انا اقف بقى كده ايه عشان افاجئها اول ما تيجي وتشوف الورد. قد ايه انت رومانسي يا هدهد، قد ايه انت شاعري، ازاي فكرت في الورد؟ امسكي. ايه ده؟ ايه ده؟ انت ايه ده؟ هذا منصف. ده ايه اللي في ايدك ده؟ ايه اللي في ايدي ده؟ صح، ورد. جايبه اكيد عند عمك مكرم ده ولا اكرم؟ مكرم ايه؟ لا يا عمي، ده ورد. انا امتى اخاف؟ انا اللي جايبه. انت جايب ورد؟ اه. ليه يا؟ هقول ليه. جايب ورد ليه يا؟ ما تبرقليش بس. جايبه ليك يا عمي، جايبه ليك. جايب لي ورد؟ اه. تعبيط يا. ليه يا عم؟ جايب لي ورد بمناسبة ايه؟ بمناسبة عيد العم. ايه عيد العم ده؟ ما هم قالوا في عيد للأم وعيد للأب، فعملوا عيد للعم. كل سنة وأنت عمي. يعني أنا عمك؟ أيوه. الراجل ده عمي شقيان طول عمره، ما شالش غير همي يعني. عملوا له أغنية. أنا جايب له ورد يا يا عمي. يا عم شكرا يا عم، بس يعني كنت تديني فلوس وبدل ما تجيب لي ورده نعمل بيه ايه ده؟ أيوة. ده وبعدين ده بمبلغ. ده ما يقلش عن نص جنيه. ايه هو لوليتا؟ ايه اللي نص جنيه ده؟ وعادي يكون داخل في جنيه. لا هو انا عبيط فصلت معاه. خش في جنيه. ده كان راجل رنني علقه لو قلت له جنيه دي. يا جدع يا جيب لي ورد. انا عمري ما حد جاب لي ورد. طب ما رجعه واجيب لك الجنيه. خلاص يا دي اللي خش عند عمك ما بيخرجش. انت هتقول لي؟ يا كنت يا هبل يا هبل ورد. ده انا كنت من ساعه ما كنا بنلم الورد من على القرافه ما شفتش ورد كده. انت كنت بتسرق الورد من على القرافه؟ لا بلم الورد من على القرافه. ماشي يا عم. ايه ده؟ لا ايه ده جواب؟ لا ده الضمان بتاع الورد. يا ده جواب يا. لا ضمان عشان لو ورده دبلت ترجعه. يا ده اهو. ايه ده ايه ده ايه؟ ايه ده؟ بحبك. بحبك يا عمي. مش كاتب يا عم. بوفر، متعلم منك. كلمه جوايا هكتبها وضايع حبر. جدع. انت مرمط القلم وربطه. يا ده انت عارف اصلا القلم الجاف ده بيكتب 4322 كلمه. انت دارس علم البخل يعني؟ بتجيب كتب عرفت منين القلم بيكتب الرقم ده؟ امال ليه مش كتبت كتير؟ طول عمري بكتب يا ابني. وعشان تعرف اللي بحولك ما كتبش بيه قبليه. الله يا عمي يا خبره. إيه انت حبيبتي؟ هو كاتب انا كاتب انت حبيبتي؟ انت حبيبتي. دي هنحلها. انت حبيبتي يا عيون عمي. انا عارف الكلام صعب بس يعني نفسي المس شعرك. لا ثواني وريها لي دي. ايه؟ اصل دي ملهاش حل. دي لازم لا اعترف لا هتفهم غلط. ايه نفسي المس شعرك ده؟ يعني قصدي يعني نفسي المس شعرك زمان يا عمي. كنت عايز اعرف كان عندك شعر زمان ولا زي كده ولا؟ يا كان عندي. بجد؟ وبعته. بعته؟ لا يعني سلفته لحد ما كان. انت بتتاجر في شعرك؟ هتستصلح الجزء اللي باقي ده؟ بعته ايه؟ طب وليه سبت الرصيف؟ ماشي. خليه لقدام ده. ايوه صح. انت روحي. انت روحي. ما دي بقى اكيد برضو ليها حل يعني. انت روحي. انت مش انت. انت. ايوه. دي انت روحي بتحبي عمي. قالت لي يعني دي متحدثا لنفسه. انت روحي بتحبي عمي. والله يا سيدي متشكرين انك انت افتكرت عمك وجبت لي ورد. في حد ينسى عمه؟ والله يعني انا ممكن امشي بيك. لا طب وده الورد ده بص انا اعمل الورد ده مربى مربى؟ امال ايه؟ زي مربى مثلا الفراوله، مربى التين الشوكي. ما فيش مربى تين شوكي، هيعصروا شوك يعني. مربى ورد بيبيعوها في الفرطمانات. فرطمانات؟ بيبيعوا مربى يعني. انت عايز تستغله وخلاص. ما ده المفروض يتشم يا عم. ليه وانا مدمن ياض؟ ايه اللي مدمن يا عم؟ حرام عليك تعملوا مربى. لا يا بالعكس ياض، يتعمل مربى وابيع هنا للزباين. ويلا مربى الورد. هو ضاع كده. اعملوا مربى. عايز ايه عشان يبقى مربى ده؟ عايز ايه المسكين؟ اطحنه وارمي عليه سكر بقى مربى ورد. ارمي عليه ايه؟ فهمتك. هجيب كيس سكر يا عم. ليه يا كيس سكر يا؟ امال ايه؟ هنعمل ايه بالكيس كله؟ انت تجيب سكر صوابع. سكر صوابع؟ ده ايه بطاطس ده ولا ايه؟ لا يا إيه ما في بتبقى اكياس سكر كده اهو صغيره. اكياس ورق كده فيها شويه سكر، دول بيبقوا 20 جرام. الاكياس الطويله بقى المطوله الصوابع دي بتبقى 35 جرام، يعني كل 10 اكياس من دول 350 جرام.
فيثاغورس البخل والله. ما شاء الله ما شاء الله، انت هاوي البخل يعني، حبه مش كده. امال مش ايه؟ الظروف جبراك الصوابع دي ده وسكر ايه؟ بيبقى خشن كده ويعيش يعيش في الكوبايه يعني ما يدوبش كله، عشان ممكن تشرب فوقيه كوبايه تانية. الله اكبر. ماشي، ابقى اجيب لك يا شعر. عند عمك بيبقى عنده اللي هي سكر الصوابع ده. عند عمي اسرق يعني من عند عمي سكر؟ انا هطلب منك تسرق من اخويا يا اهبل؟ بصراحه لا يعني، بس ازاي اجيب من عند عمي؟ ما هو ياد عند عمك في ناس بيجوا يشربوا مشروبات ساخنه، يقول لك مثلا عايز واحد كربانشينو. لا ما حدش بيقول الحاجات دي، اللي بيقول كده ده بياخدوه على العباسيه، مفيش حاجه اسمها كربانشينو. ده ايه كربانشينو؟ كربانشينو هذا اللي عامل زي القهوه باللبن بس بيستهبل. ايوه فهمتك ماشي. ما تقولش اسم، واحد طلب مشروب. وبيبقوا منزلين معاه 3 صوابع من السكر دول. هو بقى استغفر الله العظيم يبقى عامل دايت، واخد بالك؟ استغفر الله العظيم. فبيشربوا ما يستخدمش السكر ولا ياخده في جيبه وهو ماشي، يسيبه يرموه في الزباله. فانت بقى هات السكر ده وتعالى لي. انت عايزني اسيب اللي ورايا واللي قدامي واقعد في لوكانده عمي لحد ما يجي واحد استغفر الله العظيم عامل دايت يطلب كرمانشينو ده وينزل السكر يقول له لا عامل دايت، فاخد انا السكر واجيلك، صح؟ لا بس مش من واحد، من 10 تنفار. اجيلك وانا كبير يعني، اعيش انا عشان الم لك سكر صوابع. جدع يا من عينيا. وهبقى اديك حته من مربى الورد. حته ماشي يا عم. بس انت ايه اللي جابك دلوقتي يعني يا عم؟ ايه اللي يوقفك بنفسك؟ ايه اللي وقفني؟ ايه لوكاندتي؟ بس يعني مش انت اللي بتقف هنا يعني؟ في الريسبشن يعني. في الايه؟ في الريسبشن. ريسبشن بالملح. ايوه. لا ما اصل الواد هدهد الليكعي بعته مشوار يا سيدي لغايه الشرقيه، بقاله ربع ساعه ما جاش لغايه دلوقتي. ربع ساعه وما جاش؟ لا ده احنا لازم نبلغ بقى. لا نستنى عليه يومين. لا بقول لك ايه يا عمي، هقف انا مكانك يعني، ما يصحش برضه. تقف مكاني؟ عشان تجي لي اخر اليوم وتقول لي عايز يوميه ان انا وقفت مكانك وهات جنيه وربع. جنيه وربع؟ مش هقول انا جنيه وربع، لا انا هقف كده لان يعني مالك هو مالي. ايه ما اقصدش والله. ايه مالك هو مالي ده؟ مش قصدي مالي هو مالي. أيوه. مالك انت مالك يا ايوه زلة لسان بس. ما تزلش لسانك لحد ياض وخليك حريص وانت بتتكلم معايا وخصوصا في الفلوس. حاضر يا عم. انا قصدي يعني مين اللي هياخد باله من مالك بعد ما تموت قريب ان شاء الله؟ ايه يا دي الملافظ دي؟ يا دي الملافظ ساعه. حاضر. ايه لما تموت قريب دي؟ كلنا هنموت يعني، ما ابويا مات يعني. الله يرحمه. الله يرحمه. الله ابوك ده منصف، كان اكتر اخ انا بحبه. الله يرحمه ما كانش بيعز عليا اي حاجه، يبقى معايا فلوس اروح اقول له هات اديني. وانت معاك ليه تروح تقول له هات؟ اخويا. يا سيدي انت بتقف جنبه انت بتقول له هات. يلا الله يرحمه. الله يرحمه. والله زعلت عليه زعل ياض، قعدت بتاع يومين اعيط عليه. تحاسب العياط على اخوك؟ يومين قعدت تعيط؟ لا طبعا، بس انا استهلكت بقى مناديل ورق، كنت جايب كيس من بربع جنيه ده اللي بيتحط في الجيب. استهلكت نص كيس. نصه؟ وسايب النص لما اخوك اكرم يموت، صح؟ لا استهلكت نص كيس وقعدت امسح بكم بعد كده بقى. يا توفر. يلا ما لازم تعيط، ما انت السبب في موته. انا السبب في موته؟ ازاي ازاي؟ مش الدكتور قال لك الحق اخوك بيضيع مننا وعايزين له كيس دم؟ عايز كيس دم لاخويا؟ ايه ده؟ الجمله مش كده، الجمله كيس دم لاخويا. لا ده عايز كيس ده ايوه. ايه ابوك الله يرحمه اساسا كان ارفع منك، لو شقته وعصرته. ايه هو انا ناسا؟ ايه اللي شقته وعصرته؟ ده اخوك، ايه اللي شقته وعصرته؟ ما ينزلش كميه الدم دي، ده هم بيتاجروا. فده يحق لك تعمل اللي عملته. عملت ايه؟ عملت ايه؟ اخوك الجهاز شغال جوه تيتي هيموت خلاص، وانت بره الدم انتهى، بتبيع كيس الدم بتاعك. ياد ما اللي بيديهم دم بيديله كيسين عصير. كيسين عصير؟ قتلت اخوك عشان علبتين عصير عندي جوه كمان ما شربتهمش؟ يعني قتلت اخوك خدت عصير ذكرى بس. ياد هو كان ده عمره، اصل ده عمره. ما تدخلش ده اعمار، ده بيبقى قبل ما يتولد معروف عمره. ايوه صح. وانت معروف عمرك. لا ان شاء الله. لا انت هتقتلني عشان مهلبيه كده عصير. يلا يا عم يلا. الله ما عملت له عزا ولا عملت حاجه؟ ياد انا عملت له نعي في الجورنال الاهرام في صفحه 15 صفحه الوفيات بتاعت العائلات. انت عم رمضان عملت نعي لاخوك في الجورنال؟ الله يرحمه. ازاي ده بيحاسبه بالكلمه؟ ما عشان كده. عشان كده ايه؟ عملت له نعي. كتبت فيه ايه؟ كتبت هي أيوة. وكنت عايز اكرم بقى ايه عمك التاني ده يشاركني في النعي عشان يكتب دنيا فتبقى ايه دنيا. رفض. لا ثواني بس. بخل. انا مواطن مصري تمام، نزلت اشتريت الاهرام وفتحت صفحه الوفيات 15.
وبقرا بقى انتقل الى رحمه الله المهندس كذا، وانتقل الى رحمه الله الاستاذ كذا، وانتقل الى يعني واحد يمسك يقول ده مات وده وده مات. انت بتضحك الناس على اخوك بعد ما مات. الله يرحمه الله يرحمه. اتنين يه مش هتفرق. ايه الاتنين؟ ايه عمي لما اموت ما تكتبليش حاجه. ما طبعا هديك جورنان ابوك. ايوه صح. ما هي ايه دي تمشي على اي حد. صح. يقول لك عاش مضحكنا ومات مضحكنا، والله ايه. يلا. ايه طيب انا اخش اشوف موضوع الورد ده بقى. خش. عايز حاجه؟ لا عايز سلامتك يا عم. حاسب الكارت وقع اهو. امسك يا عم. تعالى يا سيدي تعالى. شاكرين يا سيدي على الورد. والله ما اقصد. ما تنساش السكر. حاضر يا عم. يلا. حاضر. الورد اتعمل مربى يا ليه. ايه العم ده؟ اكيد ولا عنده زباين ولا نيله ودفاتر فاضيه